السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة أولى ثانوي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله النهاردة هنشتغل ريفيجن شهر نوفمبر، ومعاك المراجعة على الوحدة الثالثة والرابعة. هنعمل ريفيو سريع للجرامر بتاع يونت 3 ويونت 4. طبعا أنت عندك في يونت 3 عندك حالات اف، وعندك في يونت 4 عندك الأفعال الجيرند والأفعال اللي بيجي بعديها تو الفعل في المصدر. فخلينا نبدأ كده نسمي الله ونبدأ كده بشكل سريع نعمل ريفيجن على حالات اف بتاع الوحدة الثالثة. وبعد كده نبدأ ان احنا نحل اسئلة هتلم لك الدنيا كلها وتلم لك كل الافكار. نبسط الدنيا الاول كده ونشوف ايه هو الجرامر بتاعنا وبيتكلم عن ايه، وبعد كده نحل الاسئلة بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم كده. اول حاجة عندنا عايزين نعرف ايه هي اف. الجرامر قلنا بيتكلم عن اف، حالات اف. حالات اف يعني ايه اف اصلا؟ هي ايه اف ديت؟ اف معناها إذا أو لو، بنسميها اف الشرطية. بمعنى إن في عندي جملتين أو عندي حدثين، عشان يحصل واحد فيهم لازم التاني يحصل الأول، فبالتالي في شرط لو حصل هيترتب عليه نتيجة. فاف دهيت اف تلاقي بعديها الشرط، يجي بعديها الشرط، لأن الشرط ده اللي هيترتب عليه النتيجة. يبقى إذن اف يجي بعديها الشرط، والناحية التانية النتيجة. الناحية التانية اللي هي فين؟ اللي هي بعد الكوما. فالأول بس كده اف لو جت في الأول، يبقى يجي بعدها الشرط اللي لو حصل هيترتب عليه النتيجة ديت. حلو. واربط ما بينهم بكوما، يعني اف لو جت في الأول هحط ما بين الجملتين كوما. طب هو انا ينفع اجيب اف في النص؟ ينفع، هتشيل الكوما وتحط اف في النص. يبقى اول حاجه لازم اعرفها كويس ان اف لو جت في الاول هحط ما بين الجملتين كوما، اللي يفصل ما بين الجملتين كوما. طب لو اف جت في النص يبقى الكوما مش هتنفع، يبقى الكوما ملهاش وجود. طب اف هيجي بعدها النتيجه برضو، يعني بعد الكوما هشيل الكوما واحط مكانها اف اجيب بعدها النتيجه. قال لك لا، اف والشرط اللي هو الفعل اللي لو حصل هيترتب عليه النتيجة ديت واحد. يعني ايه؟ اف لو اتحركت في النص فهتزق الشرط بعديها ويجي قبلها النتيجة اللي هو جواب الشرط، اللي هو الحاجة اللي هتترتب على الشرط ديت. يبقى اذا عشان ابقى مهندل كده الدنيا معايا وراسم الدنيا مظبوط، ان اف لو لقيتها في الاول يبقى هيجي بعديها الشرط اللي لو حصل هيترتب عليه النتيجة، وافصل ما بينهم بكوما. طب لو اف جبتها في النص يبقى تجيب لي بعديها الشرط اللي لو حصل يترتب عليه النتيجة اللي هي هتبقى قبل اف. يبقى اف ينفع تيجي في الاول وينفع تيجي في النص. طيب تعال نشوف هو اف بيجي بعديها الشرط ده ممكن يبقى شكله ايه. هنشرحها بس بشكل مختلف عن اللي انت متعود عليه. اف ديت ممكن يجي بعديها 3 اشكال. اف اهي، بص، اف ادي اف يجي بعديها كام شكل؟ قالك 3، بس في شكل فيهم هيتكرر، يعني في شكل فيهم هيجي مرتين. ازاي؟ اف يا باشا تلاقي بعديها زمن present simple، تلاقي بعديها مضارع بسيط، وممكن تلاقي بعديها مضارع بسيط تاني، هنعرف ايه ده وايه ده. وممكن تلاقي بعديها ماضي بسيط، وممكن تلاقي بعديها ماضي تام. طب انا دلوقتي عايز افتكر بس تكوينات الحاجات ديت ايه عشان انا مش فاكر. المضارع البسيط ده هو اللي هو بيتكون من التصريف الاول، تصريف اول. لو الفاعل مفرد، فاعل مفرد، يبقى الفعل اخره اس، يبقى فعل زائد اس، يبقى الفعل يبقى اخره اس. طب لو الفاعل جمع يبقى التصريف الاول بس. يبقى لو الفاعل جمع احط الفعل تصريف اول من غير اضافات، ولو الفاعل مفرد اجيب الفعل اخره اس. ده كده المضارع البسيط. طب والماضي البسيط يا باشا؟ الماضي البسيط هو التصريف التاني، تاني تصريف للفعل. شكرا، ماضي البسيط تصريف تاني. طب والماضي التام؟ الماضي التام اللي هو هاد زائد تصريف تالت، هاد زائد تصريف تالت، يبقى ده كده ماضي تام. طب لو هاد بس من غير تصريف تالت بعديها يبقى دي كده التصريف التاني من هاف اللي هو يبقى ماضي بسيط. يبقى اذا
المضارع البسيط تصريف اول، ولو الفاعل مفرد اجيب الفعل اخره اس. الماضي البسيط تصريف تاني، الماضي التام هو هاد وتصريف تالت. يبقى اف انا استحالة هلاقي بعديها اي حاجة غير الاشكال دي. اي حاجة غير مضارع بسيط او ماضي بسيط او ماضي تام ما تنفعش بعد اف. يبقى اذا اف هلاقي بعديها يا اما مضارع بسيط يا اما ماضي بسيط يا اما ماضي تام بعديها على طول. ده لو اف جت في الاول. طب لو اف جت في النص يبقى برضو بعديها حاجة من دول. حلو. طيب انا كده ده فعل الشرط اللي هو الشرط اللي هيترتب عليه النتيجة التانية، وقلنا طالما اف جت في الاول يبقى انا هحط ما بين الجملتين كوما. يبقى انا هربط ما بين الاتنين بكوما. فبعد الكوما، بعد الكوما هيجي حاجة من 4 لأن أنا عندي 4 هم، فهيجي حاجة من 4 كل واحدة فيهم معاها حاجة معينة. إزاي؟ قال لك المضارع البسيط الأولاني دوت، المضارع البسيط الأولاني يجي معاه مضارع بسيط برضه. يعني معنى كده إن فعل الشرط وجواب الشرط اللي هو الشرط والنتيجة هيبقوا الاتنين مضارع بسيط. جميل. طب المضارع البسيط التاني قال لك هتغير بقى المضارع البسيط فهتخليه will وانفينيتيف، will ومصدر. يبقى اذا المضارع البسيط الاول هيجي معاه مضارع بسيط برضه. طب المضارع البسيط التاني هيجي معاه will ومصدر. طب الماضي البسيط انا خليت المضارع ماضي فهتخلي will ماضي. يعني الماضي من will ايه؟ ايوه would، وبرضه بعديها انفينيتيف. يبقى الماضي البسيط هيجي معاه would والمصدر بعد مين؟ بعد الكوما. 100 100. طب الماضي التام باشا مش ده تصريف تالت؟ يبقى لازم الناحية التانية هنا يبقى فيه تصريف تالت. طالما هتجيب بعد اف حاجة فيها تصريف تالت اللي هو هاد وتصريف تالت، يبقى الناحية التانية لازم تبقى تصريف تالت هي كمان. ازاي؟ يعني الماضي التام هجيب التصريف التالت من ود، فود يا باشا هتحط لي بعدها تصريف تالت، وعشان تحط بعد ود تصريف تالت ود لازم يجي بعدها مصدر. فعشان تحط لي بعد ود تصريف تالت اي فعل ناقص، ما هي ود ده فعل ناقص، اي فعل ناقص عشان تحط بعديه تصريف تالت تجيب هاف. تجيب هاف الاول فتروح قايل وود ايه؟ وود هاف، وبعد كده تحط التصريف التالت لان هاف هي اللي يجي بعدها التصريف التالت. يبقى اذا كده هنرجع تاني للتكوينات بتاعه اف والحالات بتاعتها. اول حاجه قال لك ان اف ممكن يجي بعدها مضارع بسيط او مضارع بسيط برضه او ماضي بسيط او ماضي تام، حاجه من دول. طب الناحيه التانيه اللي هو النتيجه هتبقى حاجه من 4. مع المضارع البسيط هيبقى مضارع بسيط برضه. المضارع البسيط ينفع يجي معاه will واعرفك دلوقتي الفرق ما بينهم. طب الماضي البسيط يجي معاه would ومصدر. طب الماضي التام يجي معاه would have وتصريف تالت. يجي معاه would have وتصريف تالت. جميل قوي. تعالى بقى اما نفهم هو امتى اجيب كده كده اف لو بعدها مضارع بسيط فالناحيه التانيه هي اللي هتختلف، يا اما مضارع بسيط يا اما will ومصدر. يبقى لو انا لقيت بعد اف مضارع بسيط يعني تصريف اول او تصريف اول اخره اس، يبقى الناحيه التانيه يا مضارع بسيط برضه يا اما will ومصدر. جميل قوي. امتى اجيب مضارع بسيط الناحيه التانيه وامتى اجيب will ومصدر؟ قال لك المضارع البسيط ده هو ده اسمه حاله زيرو، ده اسمه حاله صفريه. طب will ومصدر دي كده حاله فيرست اولى، دي كده الفيرست كونديشنال الحاله الاولى. طب would ومصدر يبقى ده بنسميها حاله تانيه سكند كونديشنال، حاله تانيه. طب would have وتصريف تالت يبقى ديت حاله تالته ثيرد، الحاله التالته الاف. يبقى انا كده كان عندي كام حاله؟ 4، يا اما زيرو يا فيرست يا سكند يا ثيرد. الحاله الزيرو بتبقى اف مضارع بسيط مضارع بسيط. الفيرست الاولى مضارع بسيط will ومصدر. الثانيه ماضي بسيط would ومصدر. الثالثه ماضي تام would have وتصريف ثالث. دي كده تخليك تحل حالات اف المباشره بسهوله جدا، لان انت لو جالك الاختياري بعد اف فهتبص الناحيه الثانيه. لو لقيته would ومصدر فبالتالي هتجيب هنا ماضي بسيط. طب لقيته would have وتصريف ثالث فبالتالي هتجيب هنا ماضي تام. لو لقيته مضارع بسيط او will ومصدر فبالتالي هتجيب هنا مضارع بسيط. طب لو الاختياري هنا هتبص هنا، لو لقيت مضارع بسيط يبقى انت يا مضارع بسيط يا will ومصدر الناحيه الثانيه. طب لو لقيت ماضي بسيط يبقى الناحيه الثانيه would ومصدر. طب لو لقيت ماضي تام يبقى الناحيه الثانيه would have وتصريف ثالث. ببساطه خالص اهو. طب تعالى نفهم بقى امتى اجيب النتيجه لو بعد اف مضارع بسيط، امتى اجيب النتيجه مضارع بسيط وامتى اجيب will ومصدر، يعني من الاخر امتى اجيب صفريه وامتى اجيب اولى. قال لك الحاله الصفريه هنتكلم عن الزيرو كونديشنال، الحاله الصفريه
اللي هي اف مضارع مضارع. الحالة الصفرية بما ان الاتنين مضارع فهتعبر عن استخدام المضارع اللي هو بيعبر عن الحقائق العلمية. بص كده، العامة. ركز على حتة العامة ديت عشان هحتاجها دلوقتي. حقائق العلمية العامة والعادات. يعني لما اجي اقول لك مثلا دلوقتي كده if you فاعلة if you heat water، يعني لو انت سخنت المية ايه اللي هيحصل؟ it boils. بص كده قلت ايه؟ it boils. جبت الفعل اخره اس لان it مفرد، وهنا you الفاعل جبت معاه الفعل تصريف اول لان هو جمع فقلت you heat. يبقى if you heat water it boils. هنا الاتنين مضارع بسيط. طب انت ليه جبت الاتنين مضارع بسيط؟ لان ده حياة علمية. لو انت سخنت المية هتغلي فخلاص ده حاجة حقيقية، صح؟ وبتكلم عن اي مية، ما بتكلمش عن مية معينة. يبقى انا هنا بتكلم عن حياة علمية عامة مش خاصة، ما خصصتش. هعرفك دلوقتي ايه التخصيص. فاف يو هيت ووتر لو انت سخنت الماء بويلز هتغلي كده، ديت حالة صفرية. جبت الاتنين مضارع بسيط. طيب لو اجي اقول لك كده مثلا I always go to the beach if I go to Alex. يعني لو انا رحت اسكندرية انا دايما بذهب للشاطئ go to the beach. if I go to Alex I always go to the beach. بص كده عندك هنا ظرف تكرار اللي هو always usually sometimes. ظروف التكرار لو لقيتها في الجملة تجيب بعدها مضارع بسيط لأن دي ساعتها تبقى عادة. يبقى لو أنا لقيت قبل النقط ظرف تكرار زي always usually وأنا مغمض أحط مضارع بسيط على طول لأن دي كده ساعتها تبقى بتعبر عن العادة فعبر عنها بالحالة الصفرية. طيب تعال اما اديك مثال كده على حاجة معينة ونتكلم عنها. بيقول لك هنا نفس الجملة اللي فوق بس رحت قايل لك if you heat this water. if you heat this water it وراح حاطط لي نقط. اقول هنا boil ولا boils ولا will boil؟ قال لك بص if هنا بعديها مضارع بسيطة. الفعل مضارع بسيط في ايه بقى؟ ما تتظبط الله يكرمك. لا حول ولا قوة الا بالله. هنا اف بعديها مضارع بسيطة يبقى انا الناحية التانية حاجة من اتنين، يا مضارع بسيط يا will ومصدر. طب بويل هتنفع؟ لا لان الفاعل هنا مفرد فهجيب الفعل المفروض تصريف اول اخره اس لو انا هجيب مضارع بسيط. هتقول لي ايه ده؟ طب ما هو انت لو سخنت الميه هتغلي، دي حقيقه يبقى المفروض احط هنا مضارع بسيط. هقول لك غشيم. ليه المضارع البسيط انا مش هينفع؟ ليه؟ لان انا عندي قبل الحقيقه دي حقيقه مش عامه. بيقول لك if you heat this water لو انت سخنت الميه دي، هل بيتكلم عن اي ميه؟ لا بيتكلم عن الميه دي. يبقى اذا ديت كده استخدم معاها الحاله الاولى will ومصدر. ودي اول تركايه ان الحقيقه لو فيها تخصيص يبقى بتتكلم في حاله اولى، يبقى جواب الشرط يبقى will ومصدر. تخصيص ده يعني الاقي ايه؟ تخصيص ده يعني تلاقي عندك مثلا my your اللي هي صفات الملكيه، تلاقي عندك مثلا this او that اللي هي اسماء الاشاره، تلاقي عندك the اللي هي بتاعه التخصيص. يبقى لو لقيت حاجة تدل على التخصيص يبقى انت بتتكلم عن الحالة الأولى، فالناحية التانية تبقى أول ومصدر لأن دي كده مش هتبقى حياة علمية عامة. طيب أدي أول شيء. تعالى بقى نتكلم عن الحالة الأولى. احنا اتفقنا إن الحالة الأولى بتعبر عن لسه هنقول الحالة الأولى بتعبر لي عن إيه؟ قال لك إن الأول بس كده نفتكر التكوين بتاع الحالة الأولى.
الحالة الأولى اف كان بيجي بعديها مضارع بسيط، الناحية التانية will ومصدر. طبعا عشان اجيب will اصلا لازم يبقى فيه قبلها فاعل. جميل قوي. فهنا قال لك ان دي الحالة الأولى. الحالة الأولى بتعبر عن ايه؟ الحالة الأولى بتعبر عن احتمالية. فين؟ في المضارع أو المستقبل. احتمال كبير إن الحاجة دي تحصل، حاجة منطقية إن هي المفروض تحصل يعني. احتمالية في المضارع أو المستقبل. فيجي يقول لك مثلا كده if you study hard، لو أنت ذاكرت بجد you will succeed، أنت هتنجح. حلو. هنا if بعديها مضارع بسيط، الناحية التانية حطيت will ومصدر لأن دي احتمالية، هي دي مش حقيقة. لو أنت ذاكرت احتمال كبير إن أنت تنجح. حلو. قال لك هنا إن ديت حالة أولى، عبرت لي عن احتمالية في المضارع أو احتمالية في المستقبل. تعال بقى اما نشوف إيه هي التريكات بتاعت الحالة الأولى. قال لك عند حذف الفاعل، عند حذف الفاعل من جواب الشرط. يعني لو جواب الشرط اللي هو بعد الكومة ما فيهوش فاعل، جواب الشرط مش اللي بعد اف الناحية التانية اهو اللي بعد كومة، لو ما بدأش بفاعل نستخدم infinitive verb، فعل في المصدر، يا اما don't والمصدر ده لو امر منفي. كده كده انت لو حذفت الفاعل تحط امر يعني فعل في المصدر، او don't والمصدر ده لو منفي. يعني مثلا كده اما اجي اقول لك مثلا if you had if you have troubles، يعني لو انت عندك مشاكل او اضطرابات، call اتصل، call me at once اتصل بيا على الفور. لو في مشاكل معاك كلمنا على طول. بص كده if you بعدها مضارع بسيط، فالناحية التانية انت هتروح تجيب يا will يا مضارع بسيط، بس انت ما عندكش فاعل، يبقى تحط الفعل في المصدر، يبقى call احط الفعل في المصدر. جميل. قال لك كمان في الحالة الأولى، قال لك ان انت عندك كمان في الحالة الأولى يمكن استخدام could للتعبير عن الطلب. ينفع استخدم could للتعبير عن الطلب، والطلب هتلاقيه صيغة سؤال. يعني ايه صيغة سؤال؟ يعني هقول could فاعل، فعل في المصدر. يعني لما اجي اقول لك مثلا كده if you go to the market، لو انت رايح الماركت could you bring me chocolate، ممكن تجيب لي chocolate. ده كده طلب. بص كده هنا اف اهي جه بعدها مضارع بسيط، انت هتروح الناحية التانية ده سؤال فاستخدم will، وينفع استخدم could فاعل، فعل في المصدر، لان ده طلب، يبقى انا ينفع استخدم could في الحالة الاولى للتعبير عن الطلب. جميل قوي. كمان ممكن استخدم should لو نصيحة، يعني فعل الكول فعل الكول ايه اللي جاب فعل الكول هنا؟ لو قال لك ان جواب الشرط نهوت اللي هو الفعل الناقص ده، الفعل الناقص اللي هو will وwould، ده ممكن يتغير عادي على حسب الجمله بتعبر عن ايه. لو بتعبر عن قدره فانا ممكن استخدم هنا كان وهنا استخدم could. لو بتعبر عن نصيحه ممكن استخدم should. لو بتعبر عن الزام ممكن استخدم must. لو بتعبر عن احتماليه ممكن استخدم may او might، عادي مفيش اي مشكله في جواب الشرط. جميل قوي. طيب تعالى بعد كده نكمل. نخش بعد كده عندك في الحالة التانية. الحالة التانية عندك يا باشا اللي هي السكند كونديشنال. الحالة التانية اللي احنا قلنا ان اف بيجي بعديها ماضي بسيط يعني تصريف تاني، وجواب الشرط بيبقى would زائد الفعل في المصدر، would والمصدر. قالك ان اف لما بيجي بعدها ماضي بسيط بيبقى الناحية التانية would والمصدر، ديت كده بتعبر عن للتعبير، بستخدمها للتعبير عن استحالة في المضارع. لحد دلوقتي انت بتتكلم في ان الحالة الصفرية والاولى والتانية، صفرية واولى وتانية بيتكلموا عن المضارع. استحالة في المضارع او المستقبل.
استحالة تحصل حاجة تحصل، استحالة ان الحاجة دي تحصل في المضارع او المستقبل. يعني من الاخر موقف تخيلي في المضارع، بتتخيل ان الحاجة ديت بتحصل دلوقتي. تعال اما اقول لك ازاي. لو قلت لك دلوقتي if I had money، لو انا معايا فلوس I would buy a villa، كنت اشتريت فيلا. هل ده معناه ان انا معايا فلوس؟ لا والله. This means that I don't have money. ده معناه ان انا مش معايا فلوس. فين؟ في المضارع don't. ليه؟ لان انا بقول هنا ان اف جه بعديها حالة تانية، هاد اهي مفيش بعدها تصريف تالت، يبقى دي حالة تانية. فالناحية التانية رحت جايب would ومصدر، يبقى دي كده حالة تانية. دي بتعبر عن موقف تخيلي في المضارع. يعني انا بتخيل لو انا معايا فلوس، ده معناه ان انا معيش فلوس، يبقى ده معناه ان I don't have money. طب ما تيجي اما اقارن لك بيها مع الحالة التالتة، لان هي والحالة التالتة في الحتة ديت لازم تفهمهم مع بعض. الحالة التالتة لو انا جيت قلت لك مثلا، خليت الجمله اللي فوق دهيت حاله ثالثه، فرحت قايل اف اي حاله ثالثه يعني ماضي تام، فاخلي دهوت هاد وتصريف ثالث، فاروح قايل اف اي هاد ماني. ايه هاد دي؟ هاد الاولانيه ده الفعل المساعد بتاع الماضي التام اللي هو هاد، وهاد الثانيه هو التصريف الثالث من الفعل الاساسي اللي هو يمتلك. يعني لو انا معايا فلوس اف اي هاد ماني 100% جواب الشرط لازم يبقى would have وتصريف تالت I would have bought a villa، كنت اشتريت فيلا. خلي بالك انت هنا الجملة اف بعديها ماضي تام اهو هاد وتصريف تالت، يبقى دي حالة تالتة، يبقى الناحية التانية would have وتصريف تالت. جميل. ده معناه this means، ده معناه this means that I didn't. ليه didn't؟ لأن ده استحالة بس في الماضي. This means that I didn't have money، ده معناه إن أنا ما كانش معايا فلوس. يبقى إذا أنت لازم تعرف حاجة مهمة أوي، اللي هي إيه؟ اللي هي إن هنا قلت didn't ماضي بسيط لأن دي حالة تالتة. إن الحالة التالتة بتعبر عن استحالة بس فين؟ في الماضي. يعني من الآخر كده ندم ولوم، بتعبر عن ندم. وده لازم تعرفه كويس عشان تربط ما بينه وما بين يونت 1، لان انت عندك يونت 1 الماضي البسيط او سوري معلش يونت 2 عندك فيها الالزام والضروره، كنت بتستخدم فيها برضو الندم اللي هو بتاع شود هاف وتصريف ثالث. خلاص، فخلي بالك عشان دروسك مربوطه ببعضها بشكل كويس. فيبقى بالتالي الحاله الثانيه اف ماضي بسيط وود ومصدر بتعبر عن استحاله بس في المضارع. انما الحاله الثالثه اف ماضي تام وود هاف وتصريف ثالث بتعبر عن استحاله برضو بس في الماضي، استحاله في الماضي. يبقى لما يجيب لك جمله التعقيب دي اسمها جمله التعقيب، اللي بتقول لك ده معناه ان انا مش معايا فلوس. امتى؟ لو استخدمت هنا حاله تانية يبقى جمله التعقيب مضارع، يبقى في الحاله التانية جمله التعقيب مضارع، في الحاله الثالثه جمله التعقيب ماضي. حلو. قال لك كمان ان في الحاله الثانيه ممكن استخدم، افكرك باللي انت خدته في يونت 2، كان عندك حاجه اسمها if I were you، لو انا مكانك I would والمصدر. if I were you I would والمصدر ده كانت بتعبر عن النصيحه، للتعبير عن النصيحه. يعني معنى كده ان هي بتساوي فاعل زائد should او had better. انا بفكرك اهو بيونت 2. او ought to زائد الفعل في المصدر. يبقى if I were you I would والمصدر دي بتساوي should والمصدر اللي هي بتعبر عن النصيحة. ده اسمه استخدام للتعبير عن النصيحة في حالات اف. حالة تانية لان بص اف بعدها were ماضي بسيط، الناحية التانية جبت would ومصدر. if I were you I would study hard، لو انا مكانك كنت ذاكرت بجد. ده معناه ان انا مش مكانك، او ده معناه ان انا، او ده هنا انا كده بنصحك. طيب لو ركزت هتلاقي ان اي خدت وير مش واز. ايه ده؟ عادي.
I وكل الضماير، كل الضماير يعني هي وشي وات ياخدوا وير عادي مع اف في الحالة التانية، لأنها أصلا بتعبر عن استحالة، ففي الاستحالة كل الضمائر تاخد وير مش واز. طيب ده كده بالنسبة لنا هو تكوين الحالات بشكل مباشر. طب تعالى بقى أما ندخل على حاجة اسمها بدائل اف. بدائلها يعني ايه بدائلها؟ يعني الحاجات اللي بتساويها، الحاجات اللي بتساوي اف. قالك بص، اف دهيت تشيلها وتحط مكانها اللي احنا هنقوله دهوت بدون اي تغيير وبدون اي اختلاف وبدون اي حاجة، تيبيكال هي. يعني ايه؟ قالك ان اف بتساوي when بتساوي on condition that. الاكسبريشن لازم يبقى على بعضه. if when on condition that بتساوي as long as، بتساوي as long as، بتساوي provided، بتساوي providing. والاتنين دول ينفع يجي معاهم that وينفع لأ، يعني ممكن يجوا في that وممكن لأ. حلو، يبقى if تساوي when تساوي on condition that تساوي as long as تساوي provided تساوي providing، هما مفيش أي فرق. قالك بعد كده في عندك حاجة اسمها unless. خلي بالك أوي من unless دي لأن هي بتاعت امتحانات. unless دهيت معناها إذا لم، يعني معنى كده إن هي تعبر عن النفي، يبقى معنى كده إن لازم يجي بعديها جملة مثبتة، لازم يجي بعدها جملة كاملة يعني فاعل وفعل ويدوني معنى وتكون مثبتة مش منفية، لأن أصلا unless بتدي معنى النفي، فمش هينفع أجيب بعدها نفي، مفيش نفي يدخل على نفي، يبقى إذا أجيب بعدها جملة مثبتة. طيب unless زائد جملة مثبتة ده هي بتساوي if بس زائد جملة منفية. unless زائد جملة مثبتة تساوي if زائد جملة منفية. زي إيه؟ تعالى ما أديك مثال. unless you study hard دي معناها ايه؟ بص كده لما تيجي تترجم الجمله اللي فيها unless او اللي انت عايز تدخل فيها unless، انفي الفعل، الفعل ده هيكون مثبت قوله منفي عشان تعرف ان unless هنا تنفع ولا لا. بمعنى مش هقول اذا لم تذاكر، هقول بص كده هعتبر ان unless ده معناها لو ما ذاكرتش، هنفي الفعل وانا بقوله، فاروح قايل لو انت ما ذاكرتش you will، بص كده you will fail، هتفشل هترسب. قال لك استخدم اف، الجمله اللي زي ده تروح قايل لك استخدم اف، فانت هتشيل unless وتحط اف، جميل، وهتروح نفي الفعل فتروح قايل اف يو study ديت تصريف اول مضارع بسيط، فلما هاجي انفيها بدو، فاروح قايل if you don't study hard، if you don't study hard you will fail، لو انت ما ذاكرتش بجد هتفشل. طب ما ممكن واحد تاني يروح قايل لي، ما انا ممكن اروح قايل if you study hard you want واغير فيها اخليها succeed تمشي، بس الافضل ان انا اروح شايل if unless واحط مكانها if وانفي الفعل اللي بعد if او اللي جاي لي فوق بعد unless انفيه مع if، يبقى if والنفي تساوي unless والاثبات. جميل، ادي unless، يبقى احنا عرفنا ان unless بتدي معنى النفي بس بيجي بعدها جمله مثبته تساوي if زائد جمله منفيه. 100. قال لك كمان ان انا ممكن اشيل اف واحط مكانها حاجه اسمها without. without دهيت بتساوي حاجه اسمها but for، والاتنين دول بيجي بعديهم verb بلس ing او noun، وديت اول حاجه تجي لك ان بيجي بعدها verb بلس ing او noun، كل اللي فوق ده بيجي بعديه جمله كامله يعني فاعل وفاعل. without وبات فور بيجي بعدهم verb بلس ing او noun. طب معناها ايه without؟ انت واخد ان هي معناها بدون، يعني اروح قايل لك كده without هي but for without studying hard، studying ما جبتش فاعل، ها، رحت قايل without والاي ان جي على طول، without studying hard you will fail، بدون المذاكرة بجد هتفشل هترسب.
قال لك ان انت عندك بقى حاجة تانية ولازم تفرق اول ما بينها وما بين without، وهي حاجة اسمها in case of. in case of بتساوي in the event of. in case of بتساوي حاجة اسمها in the event of. وبرضو الاتنين دول بيجي بعديهم verb plus ing او noun. ايه ده؟ طب ما هم زي without و but for كده، بيجي بعدهم verb plus ing او noun برضو. قال لك ماشي، بس الاختلاف في المعنى ان in case of و in the event of معناهم في حالة، انما without و but for معناهم بدون. يعني انا لو شلت without من هنا وحطيت مكانها in case of وعايز اقول نفس المعنى، فاروح قايل in case of studying hard، في حالة المذاكرة بجد، ايه اللي هيحصل يا عم؟ you will succeed. وممكن انفي will فاروح قايل you won't fail، بس انا غيرت هنا الفعل، فاروح قايل in case of studying hard you will succeed. يبقى انت عندك without اللي هي بتساوي but for بيجي بعديهم verb plus ing او noun معناهم بدون، وعندك in case of اللي هي بتساوي in the event of بيجي بعدها برضه plus ing verb plus ing بس معناها في حالة، وده الفرق ما بينهم في المعنى. طيب قال لك كمان عندك اكسبريشن مهم قوي اسمه if it weren't for. if it weren't for. وعندك حاجة اسمها if it hadn't been for. معناهم ايه دول يا عم؟ معناهم بص كده، معناهم without، يعني دول بيساووا without. ايوه معناهم without يعني بدون. if it weren't for و if it hadn't been for، وبما انهم بيساووا without يبقى اكيد هيجي بعديهم verb plus ing او noun. verb plus ing او noun. يبقى اذا if it weren't for و if it hadn't been for بيجي بعديهم verb plus ing او noun. طب انا هفرق ما بينهم ازاي؟ افرض جالي الاثنين، قال لك if it not for، اختار weren't ولا hadn't been؟ قال لك ده هيترتب على جواب الشرط، على النتيجة. يعني دلوقتي if جاي بعدها ايه؟ weren't، وورنت دهيت ايه؟ التصريف تاني ماضي بسيط، يبقى اكيد دي حالة تانية، يبقى الناحية التانية لازم هتبقى would وماستر. طب هنا if جاي بعدها ايه؟ hadn't وتصريف تالت، hadn't been، had وتصريف تالت، يبقى الناحية التانية اكيد هتبقى would have وتصريف تالت. يبقى اذا if it hadn't been for دي حالة تالتة، هجيب الناحية التانية would have وتصريف تالت. if it weren't for دي حالة تانية، هجيب الناحية التانية would ومصدر. جميل. يبقى دول الاكسبريشنز اللي عندي if it hadn't been for و if it weren't for. بعد كده عندنا بدايل لاف تانية، ودول في غاية الأهمية. should، ممكن اشيل اف واحط مكانها مكان اف should، ايوه. ممكن اشيل اف واحط مكانها where، ممكن اشيل اف واحط مكانها had، والتلاتة ده هم بيجي بعديهم فاعل، التلاتة يجي بعديهم فاعل. حلو. الفكرة بقى فين؟ الفكرة بعد الفاعل. قال لك بعد الفاعل مع should يبقى في فعل في المصدر، الفعل مصدر من غير اي حاجة، مصدر بغض النظر عن الفاعل ده مين، مفرد جمع ماليش دعوة. مع should عشان اجيب should تساوي اف يعني بديلة لاف لازم يبقى بعد الفاعل فعل في المصدر. جميل. طب عشان where تساوي اف يعني اشيل اف واحط مكانها where لازم يبقى بعد الفاعل to ومصدر. طب عشان اشيل اف واحط مكانها هاد لازم يبقى بعد الفاعل تصريف ثالث. يبقى حضرتك لو لقيت جمله بدأ بنقط بعدها فاعل زي هي وراح حاطط لك بعدها سين، ايه ده؟ تصريف ثالث بعد الفاعل، يبقى اكيد هنا هاد من غير ما اكمل بقيه الجمله. طب لو راح قايل لك سي هي سي يبقى اكيد هنا شد، لان سي هنا مصدر. طب لو راح قايل لك تو سي، تو مصدر بعد الفاعل يبقى انت هنا وير، فاروح قايل وير هي تو سي، معناها اف هي سو، لان وير هي بديله الاف، وير اصلا ماضي بسيط دي تصريف تاني يبقى اكيد بديله الاف في الحاله التانيه. وبما ان هاد هيجي معاها تصريف تالت، هاد وتصريف تالت ده ماضي تام فده بتاع الحالات التالتة،
يبقى وير بديلة الاف في الحالة التانية، هاد بديلة الاف في الحالة التالتة. طب شود، قال لك شود بديلة الاف في الحالة الأولى والحالة التانية. يعني جواب الشرط مع شود ممكن يبقى ويل أو وود، مع وير بيبقى وود ومصدر، مع هادي يبقى وود هاف وتصريف تالت. طيب تعالى بقى اما اديك تركايه كده على وير وهاد. بص كده، لو راح جايب لك نقط هي ا دكتور، راح قايل لك he would help the patients. وراح قايل لك هنا نقط he money he would buy a villa. اسمع بقى وركز معايا قوي. بص يا باشا، دلوقتي انت عندك فاعل اللي هو هي، صح كده؟ فانت بتروح تبص بعد الفاعل. بعد الفاعل عندي هنا ايه؟ دكتور نون، وهنا ماني نون برضو. مين اللي يجي بعد الفاعل نون؟ بص بقى، وير وهاد الاتنين ينفع يجي بعد الفاعل اس نون. طب امتى اخد وير وامتى اخد هاد؟ قالك ببساطة ان وير ديت اصلا معناها يكون، وهاد دهيت اللي هي معناها يمتلك، يبقى المعنى هو اللي هيفرق. لو هو بيكون الاسم ده يبقى انت وير، لو بيمتلك الاسم ده يبقى انت هاد. تعال نشوف. اقول هاد هي ا دكتور يعني لو هو كان بيمتلك دكتور، ولا اقول وير هي ا دكتور لو هو كان دكتور؟ جدع، لو هو كان دكتور يبقى هنا اروح قايل وير هي ا دكتور. طب هنا لو هو كان فلوس ولا لو هو كان بيمتلك فلوس؟ لو كان بيمتلك يبقى هنا هاد. دي كان اصلها ايه؟ دي كان اصلها اف he had money، واللي فوق دي كان اصلها ايه؟ if he were a doctor. يعني انت عايز تقول لي ان if فاعل were ونون ينفع احذف if واطلع were مكانها؟ ينفع. يعني انت عايز تقول لي ان if فاعل had نون ينفع احذف if واطلع had مكانها؟ ينفع. يبقى وير فاعل نون وهاد فاعل نون. وير وهاد الاتنين يجي بعديهم فاعل وبعد الفاعل اسم. القصة هتختلف فين؟ هتختلف في المعنى. وير معناها يكون، انما هاد معناها يمتلك. قال لك كمان ان وير ده ينفع يجي معاها فاعل وبعد الفاعل ده هو صفة. يبقى بشكل سريع كده، وير يجي بعد الفاعل يا اما تو مصدر يا اما اسم يا اما صفة. طب شود يجي بعد الفاعل مصدر بس. طب هاد يجي بعد الفاعل يا اما تصريف تالت يا اما نون. تعال اما اكتبها لك فوق اهو. هاد شود تبقى بديله لاف يبقى يجي بعد الفاعل مصدر، وير بديله لاف يجي بعد الفاعل تو مصدر او adjective صفه او نون. طب هاد يجي بعد الفاعل تصريف تالت او نون اذا كانت بمعنى يمتلك. ماشي كده يا عم الحاج؟ ماشي يا باشا. طيب في عندك تركايه بتقول ان اف ينفع اجيب بعديها تصريف تالت او صفة adjective. ينفع بعد اف تجيب تصريف تالت او adjective صفة امتى؟ لو مفيش فاعل بعد اف. يعني لو مفيش اف اي اف يو اف هي، يعني لو مفيش بعد اف فاعل تجيب يا تصريف تالت يا اما صفة. جميل. خلي بالك انت البدايل بتاعت اف هي المفروض ان هي مش مكررة عليك، يعني مش موجودة في كتاب المدرسة اصلا، بس طبعا يعني الناس اللي بتحط الامتحانات هي بتتأثر بالكتب الخارجية،
فاحنا الكتب الخارجيه ما شاء الله عليها يعني حطلنا البدايل وهي اصلا مش موجوده في كتاب المدرسه. فاحنا برضو بنعمل اللي علينا عشان انت تكون عارف القاعده كويس ودارس كل حاجه فيها، عشان حضرتك ان شاء الله المفروض اللي انت هتاخدها بعد كده وهتبقى مطالب بيها في الشهاده بتاعتك، سواء لو انت بكالوريا في تانية او ثانويه عامه في تالتة، هتبقى موجوده عندك تراكمي. فانت لازم تكون لاممها عشان انت برضو تكون فاهم وليه المعرفه العلميه بتاعتك يعني. وبرضو عشان يعني لو اللي بيحط الامتحان جاب من كتاب خارجي ولا بتاع، تبقى انت عارف برضو الحالات او البدائل بتاعت اف والدنيا فيها ماشيه ازاي. طيب في حته بس نسينا نقولها فوق. فين في البدائل بتاعت اف. طب ماشي، طب تعال في البدائل بتاعت اف في عندك حاجه اسمها suppose، وفي عندك supposing، يبقوا بدائل اف يعني يجوا مكان اف. وفي عندك imagine. التلاتة دول ممكن يجي بعدهم ذات وممكن لا. يعني ممكن اروح اقول suppose ذات، وممكن اقول supposing ذات، وممكن اقول imagine ذات. والناحية التانية بتبقى would ومصدر. would ومصدر، لان هيجي بعديهم ماضي بسيط. يعني معنى كده ان ده هما بديل اف في الحالة الكام؟ الحالة التانية. يبقى اف بتساوي suppose و supposing و imagine ذات في الحالة التانية، يعني يجي بعدهم ماضي بسيط الناحية التانية وده مصدر. في عندك بقى حاجة في غاية الأهمية، وهي إن اف ممكن تساوي حاجة اسمها in case، مش in case of، in case بس. in case of بيجي بعدها ing أو noun. طب in case بس زي اف هيجي بعدها جملة كاملة، لأن اف يجي بعدها جملة كاملة يعني يجي بعدها فاعل وفعل. اف تساوي in case بس يجي بعدها جملة كاملة. طيب ايه الفرق ما بينهم؟ في فرق بسيط قوي ما بينهم، وهي ان in case معناها في حالة، بس بنستخدمها بمعنى تحسبا لان الحاجة دي تحصل او ما تحصلش. دلوقتي احنا خارجين، فبيقول لك ان الجو ممكن يمطر، فانا هاخد بص كده I will take a jacket. انا هاخد جاكيت in case في حالة it rains. in case it rains في حالة ان هي مطرت، يعني عشان لو الدنيا مطرت. يبقى هنا in case معناها تحسبا لان هي تمطر، تحسبا لان هي تمطر. طب اف انا هاخدها على اي حال، او اف هاخدها لو مطرت، بمعنى يعني لو هي مطرت هاخد الجاكيت، طب ما مطرتش مش هاخده، يبقى دي كده اف. طب انا هاخده عشان لو مطرت، يبقى سواء مطرت او ما مطرتش انا هاخده معايا، يبقى ده كده تحسبا لان الحاجه دي تحصل، اجراء احترازي يعني. يبقى هنا ان كيس احسن من اف. طيب تعالى يا باشا بعد كده نروح على يونت 4. ويونت 4 عندك بتتكلم عن الافعال اللي بيجي بعدها تو مصدر والافعال اللي بيجي بعدها اي ان جي. طبعا حضرتك المفروض ان انت عارف الافعال اللي بيجي بعدها تو مصدر والافعال اللي بيجي بعدها اي ان جي من اي مصدر ايا كان انت بتذاكر منه. بس انا هقف عند مجموعه افعال. ايه هي مجموعه الافعال ديت؟ مجموعه الافعال اللي هي من الاخر فيها شغل يعني. ايه مجموعه الافعال؟ قال لك مجموعه الافعال عندك فعل اسمه suggest. ركز معايا عشان ده مهم جدا. suggest. وعندك فعل اسمه recommend. وعندك فعل اسمه insist. وعندك حاجة اسمها أو بلاش هنا. طيب عندك suggest و recommend و insist. suggest و recommend معناهم يقترح أو يوصي بحاجة، و insist يعني يصر على شيء. طيب suggest و recommend الاتنين ده هما بيجي بعديهم 3 حاجات. ايه هما ال3 حاجات؟ قال لك ان suggest و recommend لو جه بعدهم الفعل مباشرة لازق فيهم يبقى مضاف له ing، يبقى verb بلس ing. طب suggest و recommend لو جه بعديهم مفعول object يبقى هيجي بعديهم to والمصدر. طب suggest و recommend وهنا insist تدخل معاهم في الحالة التالتة ديت.
لو جه بعديهم ذات وممكن تتحط وممكن لأ، المهم إن يكون بعديهم فاعل. ساعتها هحط بعد الفاعل ده يا إما infinitive يعني فعل في المصدر، يا إما should وinfinitive، يا إما should والفعل في المصدر، أيا كان الفاعل ده مين. طب ما تيجي أما أديك مثال. I suggest، أنا عايز أقول أنا بقترح الذهاب للسينما، فاروح قايل I suggest، أحط الفعل على طول فأحطه ing، يبقى I suggest going to the cinema. I suggest going to the cinema، أنا بقترح الذهاب للسينما. هنا suggest جبت بعديها الفيرب بلس ing لأنه لازق فيها، جاي بعد suggest على طول. طيب ممكن أروح جاي بقى وقايل I suggest him. هنا him مفعول، هنا أروح حاطط to والفعل في المصدر، يبقى I suggest him to go to the cinema. ماشي. يبقى هنا suggest لما يجي بعدها مفعول اجيب بعديه to مصدر، لو جه بعدها الفعل على طول يبقى ing. طيب قال لك لو انا رحت قايل لك بقى I suggest، انا بقترح I suggest that we، يا اما اقول we go يا اما اقول we should go، لان هنا we فاعل، فانا هنا جبت بعد suggest that فاعل وبعد كده الفعل في المصدر، وهنا ذات ممكن اشيلها عادي، ممكن اروح قايل I suggest we go او I suggest we should go. يبقى اذا suggest و recommend لو جه بعدهم الفعل مباشرة يبقى ing، جه بعدهم مفعول يبقى to مصدر، جه بعدهم ذات او جه بعدهم فاعل يبقى بعد الفاعل ده يا اما مصدر infinitive يا اما should ومصدر، يا اما infinitive مصدر يا اما should ومصدر، بغض النظر عن الفاعل ده مين، حتى لو الفاعل ده مفرد ماليش دعوه. والكلام ده ينطبق على insist. طب insist لو جه بعدها الفعل على طول، قال لك insist بتاخد حرف الجر on ويجي بعدها verb بلس ing، insist on زائد ing، يصر على. طيب جميل قوي الكلام ده. على فكره في حاجه بس هنا، suggest و recommend لما جه بعديهم مفعول جبت بعد المفعول to مصدر. طيب ما انا ممكن ابني suggest و recommend للمجهول، فاروح مخلي المفعول ده اروح مخلي المفعول ده جاي قبليهم في الاول، هنا برضه هيجي بعدها تو مصدر، يبقى suggest و recommend لو هم قبليهم verb to be، يعني لو مبنيين للمجهول يبقى يجي بعدهم تو مصدر، لان ساعتها هتلاقي ان الفعل لازق فيهم فهتقول ده ing، بس في حاله ان قبليهم verb to be يعني اقول I was suggested، he was recommended، يبقى هنا verb to be وبعديه تصريف ثالث من suggest او recommend، يبقى هنا يجي بعدها تو مصدر، لان suggest و recommend هتبقى مبنيه للمجهول ساعتها فيجي بعدها تو مصدر، لان كان اصلها ان في بعدها مفعول يبقى اذا تو مصدر. طب لو suggest و recommend ما قبلهمش verb to be يبقى بعدهم الفعل مباشره ing. جميل. بعد كده عندنا فعل اسمه make. make من الافعال اللي بيجي بعديها مفعول، وبعد المفعول بيجي حاجه من اتنين، يا اما infinitive يعني فعل في المصدر، يا اما adjective صفه. يعني اقول مثلا my father makes me do infinitive مصدره my father makes me do my homework. وممكن اروح قايل my father makes me happy، والدي بيخليني سعيد. يبقى اذا انا عندي الفيرب اللي هو make جه بعديه مفعول، فبعد المفعول ده يا اما مصدر يا اما صفه. طب افرض انا عايز اكمل بعد الصفه ده هي بفعل، هتجيبه تو مصدر، هتجيبه تو ومصدر. يعني اروح قايل my father makes me happy to love him. بص كده قلت تو ومصدر اي فعل، يبقى make مفعول مصدر يا make مفعول صفه، ولو بعد الصفه فعل يبقى تو ومصدر. طب افرض make ده اتبنت للمجهول، فرحت قايل بص كده I was made، لو لقيت عندك be made ساعتها تجيب بعدها تو مصدر، I was made to
do my homework. I was made to do my homework. دي معناها ايه؟ انا اجبرت. يعني معنى كده ان هي بتساوي الفعل اللي هو force، بس force بيجي بعدها مفعول. اروح قايل my father forced me، اجبرني to do my homework. يبقى was made اللي هي be made عموما، يعني verb to be وبعديه made تجيب بعديه to مصدر. طب make لو بعدها مفعول يبقى يا مصدر يا اما صفه. طب لو عايز اكمل بعد الصفه بفعل يبقى to مصدر، يبقى make مفعول مصدر او make مفعول صفه، ولو بعد الصفه فعل يبقى to مصدر. طب لو make اتبنت للمجهول يعني بقت be made، بقت بالشكل ده was made were made is made are made، اي verb to be made يبقى بعدها to مصدر. يبقى انت لما تلاقي عندك الفعل make بص قبليه، لو لقيت قبليه verb to be يبقى تحط بعديه to مصدر. طب لو لقيت بعد make مفعول مفيش قبلها verb to be وبعدها مفعول يبقى بعد المفعول ده مصدر. طب لو لقيت بعد المفعول ده صفة يبقى بعد الصفة to مصدر. ده أشكال الفعل اللي تيجي مع make. طيب بعد كده عندك اللهم صل على النبي، في فعل اسمه remember. يعني ايه remember؟ يعني يتذكر، وعكسها طبعا forget يعني ينسى. انت عندك حاجة من اتنين، يا اما انت هتتذكر ان انت تعمل حاجة، يا اما تتذكر ان انت عملت حاجة، يا اما تنسى ان انت عملت الحاجة ديت، يا اما تنسى ان انت تعملها. بمعنى تعال لما اقول لك remember وforget الاتنين بيجي بعديهم يا اما ing يا اما to مصدر، يا اما ing يا اما to ومصدر. امتى اجيب ing وامتى اجيب to مصدر؟ لو هو بيتذكر ان هو عمل الفعل ده، يعني معنى كده ان هو عمل الفعل يبقى ing. طب لو هو بيتذكر انه يعمل الفعل ده، يعني معنى كده ان هو ما عملوش يبقى تو مصدر. يبقى لو ما عملش يبقى يجي بعد remember وفورجيت تو مصدر، لو عمل يبقى يجي بعدهم verb بلس ing. يعني لما اجي اقول لك مثلا كده I forget to do my homework، ده معناه ان انا نسيت ان انا اعمل واجبي. forget هنا جبت بعدها تو مصدر، ده معناه ان انا عملت ولا ما عملتش واجبي؟ ما عملتش واجبي. يبقى I forget to do my homework، انا نسيت ان انا اعمله يبقى انا ما عملتوش، عشان كده جبت بعدها تو مصدر. طب لو قلت I forget doing، يعني لو بدل to do رحت قايل I forget doing my homework، يبقى ده معناه ان انا عملته ولا لا؟ طالما اجيب بعد forget ing يبقى انا عملت الفعل بس انا ناسي. طب لو رحت قايل I remember to do my homework، I remember to do my homework، انا ناسي او انا فاكر ان انا اعمله، ده معناه ان انا ما عملتوش لان remember جبت بعدها to مصدر. طب لو قلت لك I remember doing my homework يبقى انا فاكر ان انا عملته، طالما ing يبقى انا عملت، to مصدر يبقى ما عملتش. طيب عندك فعل تاني اسمه regret. regret ديت انت واخدها ان هي معناها يندم على فعل شيء. regret ممكن تيجي بمعنيين، regret ممكن تيجي بمعنى يندم وممكن تيجي بمعنى يأسف. بمعنى يندم او بمعنى يأسف على فعل شيء. فيندم على فعل شيء يبقى يجي بعدها ing. regret لو بمعنى يندم يجي بعدها ing، لو بمعنى يأسف يجي بعدها to مصدر. ازاي؟ لو انا قلت لك دلوقتي I regret selling my car، انا ندمان ان انا بعت عربيتي. خلي بالك ده له علاقه بيونت 2، ده معناه ان انا ما كانش المفروض ابيعها. يبقى انا معناه I regret selling my car، يبقى ده معناه ان I shouldn't have sold my car. طب بص كده، لما اجي اقول لك I regret to inform you، انا بأسف ان انا بلغك that you
are lazy. انا اسف ان انا بلغك ان انت شخص كسول. يبقى بالتالي هنا regret جبت بعدها to مصدر لانها بمعنى، والله ما انا كاتبها، I regret to inform you، ده معناه ان انا اسف ان انا بلغك، انا اسف ان انا بلغك الحاجه ديت. يبقى ساعتها regret يجي بعدها to مصدر. طب regret لو بمعنى يندم يبقى احط بعدها ing. ده معناه على فكره ان regret و ing معنى كده ان هو عمل الحاجه ديت بس ما كانش المفروض يعملها لانه ندم عليها، يبقى هو عمل. طب regret جبت بعدها to مصدر بمعنى يأسف على فعل شيء، يعني هو لسه هيعمله، يبقى هو لسه ما عملوش. فنفس الفكره بتاعت الاي ان جي مع remember وفورجيت. لو هو بمعنى يندم على حاجه عملها يبقى تجيب له بعدها اي ان جي. لو بيأسف ان هو يعمل الحاجه ديت يبقى يجي بعدها تو الفعل في المصدر. في عندك افعال اللي هي زي سي اللي هي بمعنى يرى، او هير اللي هي بمعنى يسمع. ماشي كده؟ سي وهير ديت من الافعال يا اما يرى يا اما يسمع. انت يا اما هتشوف حاجه يا اما هتسمع حاجه. لو انت حضرتك سمعت الحاجه دي من اولها يبقى تجيب بعدها فعل في المصدر من غير تو. طيب لو انت سمعت الحاجه دي من نصها يبقى تجيب بعدها فيرب بلس اي ان جي. يبقى لو انت سمعت الحاجه كلها من اولها لاخرها كلها يبقى بعدها فعل في المصدر. طب لو انت سمعت او شفت الحاجه من نصها، شفت جزء منها، يبقى هنا يجي بعدها تو فيرب بلس اي ان جي. يبقى سي وهير ينفع يجي بعدهم يا اما مصدر من غير تو، يا مصدر يا اي ان جي. يجي بعدهم مصدر لو بمعنى يرى او يسمع الشيء كله، انما يجي بعدهم اي ان جي لو هو سمع او شاف جزء من الحاجه ديت. 100 100. طيب دي اهم الافعال عندك في الحته دي او في الجزئيه دي. في عندك بقى افعال زي بريفير بشكل سريع، بريفير ولايك ولاف وهيت وديسلايك اللي هي افعال الحب والمشاعر والكلام ده. الافعال دي بيجي بعديهم يا اما اي ان جي يا اما تو مصدر، والاتنين صح. دول الاتنين صح، مفيش اي مشكله خالص. اي بريفير تو جو هي اي بريفير جوينج، مفيش اي فرق. قال لك بس الافعال ده اهي لو جه قبلها وود، يعني نفس الافعال دي بس جه قبلها وود، ساعتها هحط بعدها تو مصدر بس من غير اي ان جي، يعني ما ينفعش اي ان جي هنا. يبقى الافعال ديت لو ما فيش قبلها وود اي ان جي وتو مصدر صح، لو قبليهم وود يبقى بعديهم تو مصدر بس. طيب على ذكر لايك في حاجه عندك اسمها فيل لايك. فيل لايك من الافعال اللي بيجي بعدها اي ان جي. فيل لايك من الافعال اللي بيجي بعدها اي ان جي. حلو، يبقى انا عندي لايك بس اي ان جي او تو مصدر، would like تو مصدر، feel like اي ان جي بس. جميل. في عندك بقى فعلين تانيين اسمهم اللي هي بمعنى يبدأ، start و begin، الاتنين معناهم يبدأ. حلو، الاتنين دول برضو بيجي بعديهم اي ان جي او تو مصدر. بس قال لك لو جم starting، لو هم نفسهم جم مضاف لهم اي ان جي يعني جت starting او beginning، ساعتها تجيب لي بعديهم تو ومصدر بس. start و begin يجي بعدهم اي ان جي او تو مصدر، انما لو جم starting او beginning يبقى يجي بعديهم تو مصدر بس من غير اي ان جي. هنا ما ينفعش اي ان جي. الفعل اللي هو prefer، prefer قلنا من الافعال اللي بيجي بعديها اي ان جي بمعنى يفضل. يعني لو قلت لك دلوقتي I prefer watching TV، يعني انا بفضل مشاهدة التلفزيون، هنا بريفير جه بعدها اي ان جي. وعايز اكمل واقول عن لعب الكورة، عن دهيت مع بريفير اللي بعدها اي ان جي اللي هي تو وبعدها برضو اي ان جي. يبقى بريفير اي ان جي تو اي ان جي معناه يفضل كذا عن كذا. فاروح قايل اي بريفير واتشنج تي في تو بلاينج تنس، انا بفضل مشاهدة التلفزيون عن لعب التنس. يبقى بريفير اي ان جي تو اي ان جي بمعنى يفضل كذا عن كذا. طب لو انا قلت I would prefer يبقى انا المفروض ان انا اجيب اجباري بعديها اجيب to والمصدر، يبقى اروح قايل I would prefer to watch
تي في. طب هقول عن ازاي؟ اقول تو اي ان جي برضو؟ قال لك لا، مع would prefer to والمصدر عن دهيت اللي هي rather than. rather than بيجي بعدها مصدر بس. rather than اي rather تلاقي بعدها مصدر بس. يعني اروح قايل rather than play tennis. يبقى انت عندك would prefer بعدها to مصدر، rather than مصدر بمعنى يفضل كذا عن كذا. طب prefer ing to ing، فالاكسبريشنز ديت مهمه. طيب يفضل ليها معنى تاني وهو I would rather. وأيد rather انت حضرتك واخدها في يونت 1 ان لو مفيش بعدها فاعل فبيجي بعدها فعل في المصدر بمعنى يفضل. اقول لك I would rather play مصدر. طب عايز اقول انا بفضل لعب عن مشاهدة، يبقى I'd rather play. قلنا مع rather في جزء تاني اسمه than، يبقى اروح قايل than واحط فعل في المصدر يبقى than watch TV. I'd rather play than watch TV. طب افرض would rather ده جه بعدها فاعل، I'd rather افرض جه بعديها فاعل. انت واخد حضرتك في يونت 1 برضو ان I'd rather و I wish و it's time لو بعديهم فاعل بيجي بعد الفاعل يا اما ماضي بسيط يا اما ماضي، ايوه ماضي تام. يا ماضي بسيط يا ماضي تام. ماضي بسيط لو ما عنديش علامة على الماضي، ماضي تام لو في علامة على الماضي. ده يتلاقي في علامة على الماضي في الجملة ساعتها تجيب لي ماضي تام. امتى؟ لو would rather بعدها فاعل. طب لو ما فيش بعدها فاعل يبقى مصدر بس. طب لو عايز اقول هنا معنى يفضل، انا بفضل كذا عن كذا يبقى than ومصدر. فاقول لك مثلا I'd rather he ده فاعل، اروح اقول لك I'd rather he went to Alex. هنا would rather جه بعدها فاعل يبقى احط بعدها تصريف تاني بما ان ما عنديش علامه على الماضي هنا. طب لو كان كمل لي هنا وقال لي yesterday علامه على الماضي هنا اهي، كانت بدل want دهيت هتبقى had وتصريف تالت اللي هو had gone. ماشي كده؟ طيب ده كده ببساطه اهم الافعال اللي موجوده عندك في يونت 4، وشرحنا حالات اف بتاعت يونت 3. يلا بينا كده نحل شويه اسئله على الكلام ده. يلا بينا كده حبايبنا نشوف الأسئلة اللي معانا على جرامر يونت 3 و 4. بيقول لي هنا if we ايه enough. ادي عندي if، اول ما جه خيرني بعد if رحت باصص الناحية التانية اللي هي بعد الكوما لقيت would ومصدر. خلي بالك اوعى تقول لي دي would have في بعدها تصريف تالت، لا يبقى دي would ومصدر. يبقى معنى كده ان انا عايز بعد if تصريف تاني اللي هو had بس. if there ايه a fire، ادي if هبص الناحية التانية لقيت اللي بعد الكوما فعل في المصدر كول. الحالة اللي احنا قلنا عليها اللي هي جواب الشرط بيبدأ بفعل في المصدر هي الحالة الأولى، يبقى أنا عايز بعد اف مضارع بسيط اللي هو is. ايه more a hill. طب ليه ما خدتش ار هنا؟ ليه is مش ار؟ ليه ما اقولش there are؟ لأن الاسم اللي بعدها مفرد a fire يبقى أقول there is. ايه more hill I could tell the teacher. هنا أنا عايز اف أو أيا كان البديل بتاعها في الأول. هبص الناحية التانية في جواب الشرط لقيته كود ومصدر يبقى دي حالة تانية، فما ينفعش مبدئيا ما ينفعش أبدأ أصلا بتصريف تالت، وما ينفعش أبدأ هنا بفاعل لأن أنا عايز رابط لأن ما بين الجملتين كوما. يا إما أقول should I need يا إما unless I need. أولا unless I need هنا unless جاي بعديها تصريف أول يعني مضارع بسيط، والناحية التانية هنا كود ومصدر. كود ومصدر أصلا دي هنا مضارع بسيط يعني حالة أولى يا إما حالة صفرية، فدي كده مش هتنفع فتبقى الإجابة should I need. وشد هنا اللي هي بديلة الاف دي كان اصلها ايه بقى؟ if I needed، يعني لو انا كنت محتاج مساعدة اكتر انا كنت هكلم او انا كنت هخبر المدرس. طيب يبقى should I need more help. وايه the game if we. هنا if ركز بقى، ادي هنا if بعديها ابوستروف دي had. حد ممكن يقول لي طب ما الابوستروف دي ده هي would، ايه اللي عرفني؟ would حضرتك دي لو would يبقى بعدها فعل في المصدر ده اولا. تاني حاجة
اف الجمله اللي بعد اف استحاله تبقى ويل او وود، استحاله تلاقي فيها ويل او وود، فاصلا مش هتنفع تبقى ديت هاد. اف بعدها هاد وتصريف تالت، يبقى قبليها وود هاف وتصريف تالت. فين وود هاف وتصريف تالت؟ ايه ده ببص كده لقيت وود ومصدر مش هتنفع، ويل ومصدر مش هتنفع، مايت هاف وتصريف تالت. ما انا قلنا ممكن اشيل ويل او ممكن اشيل وود واحط مكانها مي، ممكن احط مكانها مايت، ممكن احط مكانها شود، ممكن احط مكانها كود، عادي جدا. طب ليه مش كود هاف بين 1؟ لان كود هاف بين وتصريف تالت دي كده مجهول. طب هو اللي قبل النقط فاعل ولا مفعول؟ احنا اللي كنا هنفوز، يبقى بالتالي ده كده فاعل، فدي كده مش مجهول، مش هتنفع. يبقى we might have won، كان ممكن نفوز بالماتش. نقط he studies ادي فاعل بعديه مضارع بسيط، يبقى شد مش هتنفع لان شد عايزه بعد الفاعل مصدر. if تمشي. in case of مش هتنفع لان in case of عايزه بعدها ing. unless ولا if لو ذاكرت ولا ما ذاكرتش. كويس. he will be able to join the faculty of medicine، هيبقى قادر ان هو يدخل كليه الطب لو ذاكر، يبقى if مش unless. ايه I had been with بعد الفاعل had وتصريف تالت، يبقى دي كده حاله تالته، هتلاقي الناحيه التانيه would have وتصريف تالت. جميل قوي. بعد النقط عندي هنا جمله كامله، ادي فاعل هاد وتصريف تالت فاعل وفعل يعني وزاوت مش هتنفع. عندك اف وان كيس الاتنين بيساووا بعض، وانا ما عنديش هنا حاجه بتدل على حاجه احترازيه. يعني اقول if I had been with him I wouldn't have enjoyed the beauty of the Red Sea. يعني لو انا كنت معاه ما كنتش هستمتع بجمال البحر الاحمر؟ اكيد لا. يبقى لو انا ما كنتش معاه، بص كده unless I had been ده معناه if I hadn't been، يعني لو انا ما كنتش معاه ما كنتش هستمتع بجمال البحر الاحمر. نقط سارة سين. شكرا يا باشا انا مش هكمل. ادي الفعل اللي هو سارة بعديه فعل تصريف تالت، يبقى اوتوماتيك هنا هاد. اوتوماتيك فين هاد يا باشا؟ اهي اللي بعده. if you heat ice ادي if بعدها مضارع بسيط في الناحيه الثانيه، هنا يا مضارع بسيط يا اما will ومصدر. جميل. مين اللي موجود عندي في الاختيارات؟ عندي مضارع بسيط اللي هو turns، يبقى it turns into water وده حقيقه. will come to attend the meeting if I في هنا I will come to attend the meeting if نقط. بص بقى اف انا عايز بعديها جمله كامله، اقول لك بقى اللي يجي بعد اف كل اهوت يا اما جمله يا اما adjective صفه يا اما تصريف تالت. جمله كامله ديت يعني ايه؟ يعني فاعل زائد فعل، دول اهم ركنين. is necessary دي فعل بس ما فيش قبلها فاعل فمش هتنفع. it necessary ده فاعل it بس ما فيش بعديه فعل فمش هتنفع. was ده فعل ما فيش قبليه فاعل فمش هتنفع. if necessary وديت صفة، يبقى هنا if يجي بعديها صفة لو ضروري، ممكن اقول when necessary. if we found a new company ادي if، هتقول لي ايه ده if بعدها فاعل found تصريف تاني، فيبقى انا هروح اخد would ومصدر، هقول لك تعالى عبيط. if we found هنا بمعنى يؤسس، انت ايش عرفك اللي هي بمعنى يؤسس؟ ما انا عيني جابت a new company شركة جديدة، اقول لو احنا وجدنا شركة جديدة ولا لو احنا اسسنا؟ لو اسسنا ما انت عندك فعل اسمه find وعندك فعل اسمه find تصريفاتها found. طب found تصريفاتها founded. يبقى اذا found يا اما مصدر يا اما تصريف تاني او تالت من found ديت معناها يؤسس شيء، find معناها يجد. انا اقول هنا لو احنا اسسنا شركه جديده، يبقى معنى كده ان found ديت هي تصريف اول، يعني دي حاله اولى، يبقى انا عايز الناحيه التانيه will ومصدر اللي هو عندي هنا will need your help. We wouldn't get good marks if we didn't study hard but we not. بيقول لك احنا ما كناش هنحصل على درجات عاليه لو احنا ما ذاكرناش كويس، ولكن احنا ايه بقى؟ ولكن احنا ذاكرنا ولا ما ذاكرناش؟ بيقول لك ما كناش هنحصل لو ما ذاكرناش، يبقى احنا ذاكرنا. جميل. هنا اف دي حاله كام؟ انا قلت لك دي جمله تعقيب، اللي بعد بط دي جمله تعقيب او this means. اف بعديها ماضي بسيط. حاله تانية يبقى اذا جمله التعقيب مضارع عندي مين اللي هو study، يبقى but we study. if he not much time he will attend. جواب الشرط عندك will ومصدر، يبقى انت يا باشا بعد if هنا مضارع بسيط.
يبقى if he has. hurry up أسرع. if you run very fast أدي if بعدها مضارع بسيط اهوت. if you run very fast you not the train. يبقى أنا عايز هنا يا مضارع بسيط يا will ومصدر. الإجابة عندي هنا اللي هي will catch. طب ليه مش want المعنى؟ hurry up أسرع. لو أنت جريت بسرعة هتلحق، مش هتلحق. نقط هي تو هاري. شكرا بعد الفاعل تو مصدر يبقى أنا مع وير. فين وير؟ أهي. دي لو كانت هاري بس كنت هروح قايل شود. لو كانت هارد كنت هروح قايل هاد. طب لو كانت هي هاريز كانت منضاف لها اس كنت هقول هي كنت هقول اف. هارد معلش كنت هقول وود ومصدر، ساعتها كانت هتبقى اف لان ده حاله ثانيه. if my watch not right I wouldn't have to fix it. ادي اف بيخيرني بعدها، فبص الناحيه الثانيه لقيت would have بعدها تصريف ثالث لا، يبقى دي would ومصدر، يعني دي حاله ثانيه. يبقى انا عايز هنا ماضي بسيط، يبقى if my watch were right. دي لو كانت would have had to fix او سوري I wouldn't have to fix it I wouldn't have fixed. لو كانت I wouldn't have fixed يعني wouldn't have تصريف تالت كنت اقول had been. يبقى if my watch were right I wouldn't have to fix it. لو ساعدي كانت صحيحة كانت كويس كانت سليمة ما كنتش هضطر او ما كانش لازم ان انا اصلحها. What is she feel if she read. بص كده if الفعل اللي بعدها يا باشا اللي هو read ده تصريف اول ولا تاني ولا تالت؟ ما هي تصريفات read. فريد هنا دي تصريف اول ولا تاني؟ بص يا غشيم، لو دي تصريف اول فشي مفرد فالمفروض تبقى شي ريدز، ولو دي تصريف تالت مفيش فاعل بيجي بعد تصريف تالت، يبقى اذا ريد ده هي التصريف تاني، يبقى دي حالة تانية. يبقى انا عايز هنا would ومصدر، يبقى what would she feel لان ده سؤال would she ومصدر. plants die if they ادي if قبليها مضارع بسيط وانت مغمض بعدها مضارع بسيط، لان اف اللي قبلها ده جواب الشرط، وطالما جواب الشرط داي مضارع بسيط يبقى انت عايز بعدها مضارع بسيط برضه، يبقى هنا طبعا don't get. اعرف دايما ان اف الجمله اللي بعديها استحاله تبقى would او will، وما ينفعش هنا تبقى didn't لان قبل اف مضارع بسيط، يبقى don't الناحيه الثانيه برضه. ساره will phone me not that's important for her. ساره would phone me that. ذات هنا انا عايز حاجه بيجي بعدها ذات unless ما يجيش بعدها ذات in case of ما يجيش بعدها ذات لان in case of عايز بعدها ing on condition ذات، وهنا في it on condition that it's important for her. provide يا اما provided يا اما providing مش provide. if there is a big problem I usually شكرا طالما قبل النقط usually ظرف تكرار يبقى انت هنا مضارع بسيط يبقى I usually ask. early to the company the boss wouldn't be angry. الناحية التانية would ومصدر، يبقى أنا عايز هنا لو أنا هجيب if أو حاجة بديلة لإف تصريف تاني ماضي بسيط. if he comes دي مضارع مش هتنفع. had he come had وتصريف تالت دي كده حالة تالتة والناحية التانية would ومصدر. unless he come دي التصريف أول فمش هتنفع. where he to come. if I not enough money I would buy a second hand car. الناحية التانية would ومصدر يبقى أنت عايز بعد if ماضي بسيط. فين الماضي البسيط؟ عندي had. if I had enough money. ايه هي to know طالما بعد الفعل to مصدر يبقى انت where. منى want بس هنا want ومصدر يبقى انت بعد if هنا مضارع بسيط، بس انت عندك هنا تعال نشوف بقى منى want pass her exams not being helped by her parents being helped، يبقى هنا ده ing فانا عايز حاجه بيجي بعدها ing without ing ماشي in case of ing ماشي provided that جمله unless جمله يعني فعل وفاعل، فاقول without بدون ولا in case of في حاله. منى won't pass her exams منى مش هتجتاز الاختبارات بتاعتها في حاله ولا بدون مساعدة او بدون مساعدتها من والديها، بدون مساعدتها مش هتجتاز، يبقى مش هتجتاز الامتحانات بدون مساعدتها، انما لو قلت منى will pass هتجتاز يبقى هي في حاله مساعدتها من والديها. if I not you a secret طالما بعد الفاعل عندك هنا noun خلي بالك معلش انا ما خدتش بالي من if I ادي if فاعل، بص الناحيه الثانيه would ومصدر would فاعل مصدر، يبقى انت هنا حاله ثانيه، يبقى انت عايز بعد if ماضي بسيط يبقى told. if she will happy in her job she not looking for another one. ايه if she will happy ازاي؟ if she were happy هنا ما ينفعش will دي غلطه دي.
if she were happy يعني لو هي كانت سعيدة. ادي if بعدها ماضي بسيط. يبقى انت عايز الناحية التانية would ومصدر، يعني won't لأ wasn't لأ. فانا عايز هنا يا اما would be يا اما wouldn't be. لو هي كانت سعيدة في وظيفتها ما كانتش هتدور على واحدة تانية، يبقى wouldn't be. المعنى I regret من الافعال اللي بيجي بعدها يا اما ing يا اما to مصدر. لو بمعنى يندم على حاجة عملها يبقى ing، بيأسف على حاجة يعملها يبقى to مصدر. I regret this used car. I need a lot of money to fix it. عايز فلوس كتير عشان اصلحها، يبقى انا ندمان ان انا اشتريتها، يبقى I regret buying. ده معناه I shouldn't have bought this used car. رانيا plans. plan من الافعال اللي بيجي بعدها to مصدر، يبقى to visit. We would really like. would like ادي like قبلها would قبلها would، يبقى انا عايز بعدها to مصدر، يبقى to go. The criminal was seen. الحرامي اتشاف to the man before disappearing. السي من الافعال اللي بيجي بعدها يا اما مصدر يا اما ing، اللي عندي هنا ing. British Airways regrets. خطوط الطيران البريطانية بتندم، لا بتأسف ان هي تبلغ، يبقى regret بيجي بعدها to مصدر، يبقى to announce. بتأسف انها تعلن عن الغاء الرحلة لمدريد. Students are recommended. بص بقى recommend قبلها verb to be اللي هو أرى. جميل قوي، يبقى أنا عايز بعدها to مصدر. يبقى students are recommended to revise. اوعى تجري على recommend. أول ما تشوف recommend اوعى تروح تجيب لي بعدها ing عشان الفعل بعدها مباشرة هنا كده. ركز وشوف قبلها في verb to be ولا لأ. لو قال لي students recommended على طول من غير r كنت أروح قال ing. انما هنا students جاي قبل recommend verb to be، يبقى هنا ديت مجهوله، يبقى تحط بعدها to مصدر. مهم قوي ده. I can't stand people. انا ما بطيقش الناس نقط loudly on the bus. I can't stand من الاكسبريشنز اللي بيجي بعدها ing. chatting. My father doesn't allow anyone. حلو. allow عندك فعل اسمه allow وعندك فعل اسمه let. allow let الاتنين بيجي بعدهم مفعول. الفرق في اللي بعد المفعول، allow يجي بعد المفعول to ومصدر، let يجي بعد المفعول مصدر بس. الاتنين معناهم ايه؟ الاتنين معناهم يسمح. هتاخد allow دهيت على جنب وهتقول لك ان هي لو كانت منفية يعني كانت be allowed. لو كانت be allowed او سوري معلش، لو هي اصلا مفيش بعدها مفعول. allow لو مفيش بعدها مفعول يبقى تجيب لي بعديها ing على طول. لو مفيش بعدها مفعول تحط ing على طول. My father doesn't allow anyone. ادي allow في بعدها مفعول يبقى انا عايز to مصدر. فين to مصدر؟ اهو to smoke. لو مفيش anyone ده كنت اقول smoking. I wouldn't recommend you. بص كده I wouldn't recommend you. ادي recommend جه بعديها you. you هنا فاعل ولا مفعول؟ I wouldn't recommend you. انا ما كنتش هرشح ان انت تقعد في الاوتيل ده، فيو هنا دهوت فاعل. دي اصلها I wouldn't recommend that you وفعل. فقلنا recommend لما يجي بعدها فاعل يبقى بعد الفاعل دهوت مصدر يا اما should ومصدر، يبقى you stay. أيمن wishes he had studied for his exams. يبقى he regrets ايه؟ هو بيتمنى لو هو كان ذاكر، يبقى ده معناه ان هو بيندم ان هو ما ذاكرش، يبقى not studying. ما هو نفي الاي ان جي not واي ان جي ونفي تو مصدر not تو مصدر، يبقى not studying لان هو بيندم ان هو ما ذاكرش فبيتمنى لو كان ذاكر. when it's very hot I suggest that. ادي suggest بعديها that يبقى فاعل في المصدر يا should ومصدر، يبقى I suggest that we stay. The joke was so funny that we couldn't help. can't help و couldn't help. can't help غير help. help بس تلاقي بعدها مفعول وبعد المفعول ده يا اما مصدر يا اما to ومصدر والاتنين صح، يا اما with و ing او noun. ده help مفعول. طب امال can't help او couldn't help يبقى ing على طول اللي هي laughing. دي معناها اللي هو ما قدرتش امسك نفسي، مش قادر امسك نفسي عن الفعل ده، يبقى ing.
it's a holiday tomorrow بكرة أجازة so we could go not together go could go اللي هي بمعنى ممكن نذهب، فهي ممكن أروح أجيب هنا ing we could go sailing. would you like me أدي like قبليها would يبقى أنا عايز بعديها to مصدر يبقى to go. our national team is expected من الأفعال اللي بيجي بعدها to مصدر يبقى to play. it's raining outside الدنيا بتمطر بره would you prefer أدي prefer قبلها would يبقى to مصدر فين to مصدر أهي to stay. I remember يجي بعدها يا إما ing يا إما to مصدر. I remember that man when I was 9 لما كان عندي 9 سنين أنا فاكر إن أنا قابلته، يبقى معنى كده إن أنا عملت الفعل ده، يبقى I remember meeting. في غلطة هنا في الاختيارات. I remember meeting that man when I was 9 مش being met. being وتصريف ثالث لو هي مجهولة، لو الفعل نفسه مجهول. you had better avoid من الأفعال اللي بيجي بعدها ing يبقى making. have you finished من الأفعال اللي بيجي بعدها ing يبقى reading. بص حافظ الأفعال، لو أنت مش حافظ الأفعال اللي بيجي بعدها مش هتعرف تحل. please remember من فضلك تذكر، أكيد أنا هقول لك من فضلك تذكر إن أنت تعمل حاجة، مش هقول لك من فضلك تذكر إن أنت عملت، أقول لك من فضلك تذكر إن أنت تعمل، يبقى أنا كده إن أنت لسه ما عملتش، يبقى remember يجي بعدها to مصدر يبقى remember to phone. معاذ felt exhausted as he has never been used to not hard work. used to بيجي بعديها أيوه فعل في المصدر زي ما أنت ما خدت في الوحدة الأولى، بس لو جاء قبلها verb to be يبقى يجي بعدها ing يبقى being used to doing. if you faint try your head between your knees. لو أنت حاسس إن أنت بيغمى عليك كده أدي if بعدها مضارع بسيط. اولا تراي هنا سيبك من اف، تراي من الافعال اللي بيجي بعديها يا اما ing يا اما تو مصدر. تراي ing معناها يجرب حاجه عشان يشوف نتيجه، هيترتب عليها نتيجه عشان يشوف النتيجه عشان يشوف مفعولها. طب تراي يجي بعدها تو مصدر لو بمعنى يحاول يعمل حاجه فيبذل مجهود فيها، يبقى لو هو بيحاول بيبذل مجهود يبقى هنا تراي يجي بعدها تو مصدر. لو هو بمعنى يجرب حاجه عشان يشوف النتيجه اللي هتترتب عليها يبقى تراي يجي بعدها ing. يبقى اروح قايل هنا تراي بوتنج، جرب كده ان انت تحط راسك ما بين ركبتك وشوف النتيجه، يبقى هنا تراي ing. I always hope my students hope من الافعال اللي بيجي بعدها مفعول وبعد المفعول تو مصدر يبقى to get. The famous actor wore a cap and sunglasses to avoid by anyone. avoid من الافعال اللي بيجي بعدها ing، بس خلي بالك عشان يتجنب ان هو يتم ادراكه من خلال اي حد، يبقى الفعل اللي هيجي هو مجهول. قلنا الاي ing مجهول وبينج وتصريف ثالث، انما تو المصدر مجهوله تو بي وتصريف ثالث، يبقى هنا الاجابه طبعا بينج ريكوجنايزد. اوعى تتسرع وتروح تاخد اي ing، ما انا لو قلت avoid recognizing يتجنب التعرف على مين؟ هو اللي يتجنب التعرف عليه. نادر wishes he had studied for his exams يبقى هي regret لسه حلينا فوق not studying. I can't stand قلنا ان can't stand من الاكسبريشنز اللي بيجي بعدها ing يبقى I can't stand waiting. would you consider بيجي بعدها to مصدر يبقى to join the school. we can't afford من الافعال اللي بيجي بعدها ing يبقى buying. if you touch a hot stove ادي if بعديها مضارع بسيط، فالناحية التانية يا إما مضارع بسيط يا إما وله مصدر. بس لو أنت لمست طاسة سخنة you not burned هتتحرق، فديت كده حقيقة يبقى you get. if you freeze water أدي if بعديها مضارع بسيط، فالناحية التانية مضارع بسيط يا إما وله مصدر. حلو، لو أنت تلجت المية هتتحول أو هتصبح تلج، فدي حقيقة يبقى it becomes. if I find your book ادي if بعدها مضارع بسيط برضو الناحية التانية يا اما مضارع بسيط يا اما وله مصدر. لو انا لقيت كتابك I will return it to you immediately هرجعه لك على الفاضي. May agree من الافعال اللي بيجي بعدها تو مصدر يبقى to share. she suggested بص بقى suggest مفيش بعدها مفعول، يعني الفعل جاي بعدها على طول اهو ومفيش قبلها verb to be يبقى تحط هنا ing وانت مطمن، يبقى she suggested forming. السؤال اللي بعده هنا بيقول لي he seems من الافعال اللي بيجي بعدها تو مصدر يبقى قول to be.
if you don't wear a coat ادي if بعديها مضارع بسيط، يبقى انا عايز الناحيه الثانيه بعد الفعل يا اما مضارع بسيط يا اما وله مصدر. if you don't wear a coat لو انت مش لابس بالطو you're not cold اكيد هتحس ان انت بردان، يبقى you will feel cold احتمال يعني، فيبقى will. if I had $1 million ادي if بعديها had مفيش بعدها تصريف تالت، يبقى ديت كده ماضي بسيط. حالة تانية يبقى انا عايز الناحية التانية would والمصدر يبقى would start. if you practice regularly ادي if بعدها برضو مضارع بسيط، يبقى انا عايز الناحية التانية يا مضارع بسيط يا will ومصدر. if you practice regularly لو انت بتمارس بانتظام بتتدرب بانتظام your English الانجليزي بتاعك ماله improve هيتحسن، يبقى will improve. وممكن ما يتحسنش يبقى دي في احتمالية، يبقى will ومصدر. if I see Sarah at the meeting later ادي if بعديها مضارع بسيط، يبقى انا عايز التانية يا اما will ومصدر يا اما مضارع بسيط برضو. لو انا شايف if I see Sarah at the meeting later لو انا شفت سارة في الاجتماع بعدين I not hear your message انا هديها رسالتك يبقى I will give her your message. if you heat ice لو انت سخنت التلج it melts هيدوب، يبقى انا عايز هنا مضارع بسيط لان ده حقيقة. if I not how to drive I would borrow الناحية التانية would ومصدر، يبقى انت عايز بعد if ماضي بسيط اللي هو عندي هنا new. they plan من الافعال اللي بيجي بعدها to مصدر يبقى to start. my teacher recommended مفيش قبلها verb to be والفعل بعدها ing على طول. we arranged to والمصدر arrange بيجي بعدها to مصدر. if you mix blue and yellow لو انت خلطت الازرق والاصفر هتحصل على اخضر that's known ده معروف يبقى ده حقيقة، يبقى you get لان if بعدها مضارع بسيط في الناحية التانية هنا مضارع لان ده حقيقة. if I were the principal ادي if بعدها ماضي بسيط يبقى انا عايز الناحية التانية would ومصدر يبقى would organize. if you finish ادي if بعدها مضارع بسيط يبقى انا عايز الناحية التانية يا اما will يا اما مضارع. if you finish your homework early we not a movie اولا دي مش حقيقة ولا عادة، يبقى انا هاخد will او اي بديل ليها اللي هو كان او may او might. هنا we can لان هنا بيعبر عن استطاعة او قدرة. do you mind هل تمانع to open to مصدر they offered to والمصدر to help. I don't feel like بيجي بعدها ing يبقى going. if people eat too much junk food ادي if بعدها مضارع بسيط اللي هو eat يبقى انا عايز الناحيه الثانيه يا مضارع يا اما will ومصدر. if people eat too much junk food اللي هو fast food they not weight هيعلوا في الوزن يبقى will gain will ومصدر. I would help you with your project if ادي if قبلها would ومصدر يبقى انا عايز بعديها ماضي بسيط، هتبقى الاجابه عندي هنا had. if I not a famous musician I will perform ادي if الناحية التانية would ومصدر يبقى انا عايز بعد if هنا ماضي بسيط اللي هو هنا where. طب ليه مش was؟ لان هنا ديت استحالة، قلنا في الحالة التانية بنستخدم where مع كل الضمائر. I have finish من الافعال اللي بيجي بعدها ing يبقى doing. I have learned من الافعال اللي يجي بعدها to مصدر يبقى to code. The movie was so funny I couldn't stop قلنا وكانت stop يبقى ing يبقى laughing. تعالى بعد كده نشوف اسئله الريرايت اللي عندنا. I advise you to find another job عايز استخدم if. طالما بيقول لك I advise you بنصحك يبقى انت هتستخدم الاسلوب بتاع النصيحه بتاع if اللي هو if I were you اللي هو الحاله الثانيه if I were you I would واحط الفعل في المصدر اللي انا بنصحك بيه اللي هو find واكمل بقيه الجمله another job. without playing well they wouldn't win عايز استخدم unless، فمبدئيا unless هتتحط مكان without لان انا ما ينفعش احط رابطين ما هم دول بدايل if. unless يجي بعدها جمله كامله فاعل اللي هو الفاعل بتاع الجمله اللي هو هنا they، وبما ان الناحيه الثانيه wouldn't ومصدر فانا هجيب بعد unless ماضي بسيط يبقى هجيب الماضي البسيط من play اللي هو played يبقى unless they played well والجمله الثانيه زي ما هي مش هاجي ناحيتها they wouldn't win لان اصلا unless زائد جمله تساوي without و ing ما هو without بدون و unless يعني لو الفعل ده ما حصلش without معناه بدون فعل الحاجه دي يبقى الاثنين زي بعض. he is a poor so he can't buy a house عايز استخدم if مع reach. اولا if يبقى انا هشيل الرابط اللي موجود عندي اللي هو so و if مكتوبه كابيتال يبقى انا هستخدمها في الاول. if he a rich هو بيقول لك ان هو is poor هو فقير يبقى لو هو كان غني وبتكلم في المضارع وقلنا ان الحاجة اللي بتعبر عن الاستحالة في المضارع حالة تانية يبقى if he were
rich، لان احنا اتفقنا في الحالة التانية بستخدم were مع كل الضمائر. if he were rich، واحذف طبعا so he couldn't، او he could he could buy a house. if he were rich he could buy a house، لو هو كان غني كان هيقدر يشتري بيت. ده معناه ان هو فقير فما قدرش يشتري بيت او مش قادر يشتري بيت. طب افرض is دهيت كانت was، he was a poor so he couldn't buy a house، يعني معنى كده ان الاستحالة في زمن ايه؟ ماضي. يبقى ساعتها كنت هجيب حالة تالتة، فكنت اروح قايل if he had been rich he could have bought a house. فكرة مهمة جدا. if you come early، لو انت جيت بدري you will meet my brother، عايز استخدم coming، يبقى انا عايز حاجة بيجي بعدها ing، يبقى انا هحذف if واحط بعدها حاجة من اللي بيجي بعدها ing، يا اما without يا اما in case of. اقول هنا في حالة انك جيت بدري عشان ادي نفس المعنى، في حالة انك جيت بدري هتقابل اخويا، ايوه مش بدون، يبقى in case of coming، واكمل بقية الجملة بتاعتي زي ما هي بدون اي تغيير. practice hard to win the match، عايز استخدم if. انا عندي فعلين اللي هو practice وعندي win، يبقى انا هروح قايل والله ان انت لو اتدربت بشكل كويس هتفوز بالماتش، يبقى if you، لان دايما الفعل الامر في بدايه الجمله، يبقى انا بخاطبك بكلمك you. if you practice hard كوما you، خلي بالك انت استخدمت مضارع بسيط بعد if، يبقى تجيب الناحيه الثانيه will ومصدر، يبقى تروح قايل you will win، واكمل بقيه الجمله. هنا بيقول لي she eats too much food، هي بتاكل اكل كتير. that's why، لذلك she is very fat، لذلك هي fat. حلو، عايز استخدم unless يعني اذا لم، لو هي مش بتاكل اكل كتير، لان unless اصلا بتدي معنى النفي، فبالتالي الفعل اللي هيجي بعدها يبقى مثبت، يبقى unless she. وهحط هنا استخدم هنا حالة كام؟ استخدم هنا حالة اولى ولا حالة تانية؟ استخدم هنا حالة تانية، لان انا بتكلم عن ان جملة التعقيب بتاعتي في المضارع، فلما اجي اعبر عنها باستخدام حالات if استخدم حالة تانية، يبقى unless she ate too much food. وهحذف طبعا that's why، احط الكومة she was او she wasn't very fat. لا مش wasn't طبعا، wasn't ازاي؟ احنا لسه هنحط بقى جواب الشرط هنا في الحالة التانية، يبقى wouldn't، والتصريف التالت من is اللي هو been، she wouldn't been very fat. if he stole the money he would go to prison، عايز استخدم where، يعني عايزك تستخدم where مكان if، فهتشيل if وتحط مكانها where، لان where موجودة بحرف كابيتال على فكرة، فهتحطها مكان if، يبقى where وتنزل بالفعل، ونخلي الفعل اللي بعد if يبقى to مصدر، لان الفعل بيجي مع where to مصدر، يبقى where he to steal، وبقية الجملة بتاعتي زي ما هي. if she studied hard she would get high marks، عايز استخدم where، برضو نفس الموضوع، هشيل if واحط مكانها where، وبعد كده انزل بالفعل اللي هو she، وانزل بالفعل to مصدر، يبقى to study، واكمل بقية الجملة. but for his help I wouldn't get high marks، عايز استخدم if it، الحق ده الاكسبريشن اللي هو if it weren't for، وتشيل but for وتحط مكانها اللي بعديها وتكمل بقية جملتك، يبقى if it weren't for his help، لان احنا قلنا ان if it weren't for و if it hadn't been for دول اللي هما بيساووا without اللي هي بتساوي but for، فانا هشيل دي واحط ديت، بس هو جاي لك هنا عايزك تحط الاكسبريشن صح. if it weren't for his help I wouldn't get high marks. طب ليه ما قلتش if it hadn't been؟ لان هنا wouldn't ومصدر، لو كانت wouldn't have got كنت اروح قايل if it hadn't been for. طيب the more you study the better marks you get، عايز استخدم if. the more you study، كلما ذاكرت بجد كلما حصلت على درجات اعلى، عايز استخدم if وابدا بيها، يبقى لو انت ذاكرت بجد هتحصل على درجات عاليه، يبقى if you study hard، او if you study more، لو انت ذاكرت اكتر you will get high marks.
او you will get better marks. مفيش مشكلة. he mustn't repeat those mistakes. عايز استخدم avoid. هو ممنوع، ما ينفعش ان هو يكرر، يبقى لازم يتجنب، يبقى he must avoid. وavoid من الافعال اللي بيجي بعدها ing اللي هو repeating. اجيب بقى الفعل اللي هو كان جاي بعد mustn't فوق ing بعد avoid، يبقى he must avoid repeating those mistakes. I'm looking forward to. اعرف دايما ان look forward to بيجي بعدها ing. I'm looking forward to the joining the faculty of engineering. عايز استخدم hope. look forward to بمعنى يتطلع الى، ومعاه هنا am، خلي بالك، يبقى اروح قايل هنا I hope واشيل look forward to كلها واحط to والمصدر من الفعل، يبقى to join، لان hope بيجي بعدها to والمصدر، يبقى I hope to join the faculty of engineering. I didn't remember that I turned off the lights. أنا مش فاكر إن أنا قفلت الأنوار، يبقى forgot، يبقى I forgot. يبقى أنا نسيت. I didn't remember، أنا ما افتكرتش إن أنا أقفل النور، يبقى ده معناه إن أنا نسيت إن أنا أعمل، يعني أنا ما عملتش، يبقى I forgot to turn. هنا forgot يجي بعدها to مصدر، يبقى I forgot to turn off the lights. Can you bring me that book؟ ممكن تجيب لي الكتاب ده. Would you mind؟ Would you mind؟ Would you mind من الاكسبريشنز اللي بيجي بعدها تو مصدر، فاروح قايل would you mind to bring me that book. آلاء will help me carry my luggage. عايز استخدم promised، يبقى آلاء promised me to carry. ممكن احذف me، يعني اقول آلاء promised to carry على طول، او آلاء promised me to carry my luggage. إيمان said she wouldn't eat anything. عايز استخدم refused. إيمان قالت ان هي مش هتاكل حاجة، يبقى إيمان refused، يبقى إيمان رفضت. إيمان refused to eat anything. سارة felt sorry that she failed the exam. عايز استخدم regretted. سارة felt sorry كانت حزينة ان هي فشلت في الاختبار، يبقى هي ندمانة ان هي فشلت، يبقى سارة regretted failing the exam او in the exam. منى made a nice cheesecake. منى made a nice cheesecake. منى عملت تشيز كيك حلوه. عايز استخدم finished، يبقى اروح قايل منى finished. منى انهت، وفينش من الافعال اللي يجي بعدها الفعل الاساسي ing، يبقى منى finished making a nice cheesecake. ماشي. علي avoided answering the phone. علي تجنب انه يرد على التليفون because he was busy working on his computer. عايز استخدم didn't want، يبقى بدل avoided هتروح قايل علي didn't want من الافعال اللي يجي بعدها تو مصدر، يبقى didn't want to answer the phone. You shouldn't criticize your friends so much. عايز استخدم stop من الافعال اللي يجي بعديها. بص بقى stop بيجي بعديها يا اما ing يا اما to ومصدر. stop يجي بعدها ing لو بمعنى يتوقف عن فعل شيء، يتوقف عن حاجة هو كان بيعملها أو بيعملها، يبقى يجي بعدها ing. طب يجي بعدها تو مصدر بمعنى يتوقف، يقف لكي يفعل شيء، يتوقف عشان يعمل حاجة. تعال لما نشوف هنا You shouldn't criticize your friends so much. انت ما ينفعش ان انت تنتقد اصدقائك كتير جدا، يبقى انت لازم تتوقف عن نقدهم، تتوقف عن فعل شيء، يبقى ing. يبقى you should stop criticizing. هنا stop جبت بعدها ing لان انا بقول لك انت لازم تتوقف عن فعل الشيء ده، يبقى هنا stop يجي بعديها ing. طيب دي كده كانت اهم الاسئله اللي موجوده عندنا على الجرامر. اتمنى ان انت تكون لميت فيها الدنيا، ترجع تذاكر الجرامر كويس، ذاكر كلماتك كويس،
واحفظ الكلمات بتاعتك، وبعد كده هيبقى عندك ملزمة على الكلمات موجودة عندك في الديسكريبشن ان انت تقدر تدخل تحملها من على جروب التليجرام، وهتلاقيني منزل لك الحل بتاعها على الجروب بإذن الله. ان شاء الله اشوفكم المرة الجاية على خير في مراجعة تكون بتاعة الترم ان شاء الله. يلا سلام.